السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ كلشي بخير؟ اش اخباركم؟ اش تعاودوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد. وقبل ما نبداو الروتين ديال هذا النهار صليوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تنبغي نرحب بالناس جداد اللي زادوا في القناه، مرحبا بكم، مشرفيني ومنوريني في القناه. والناس قدام الدار راه داركم، وديما تنقولها لكم مرحبا بالجميع في قناه بنت ماما هنيه. واللي اول مره تيشوف القناه تنقول لي مرحبا والف مرحبا. الى عجبكم المحتوى راه شاركوا في القناه، مرحبا بكم. الروتين ديال هذا النهار غادي يكون واحد الروتين اللي تشجيعي تحفيزي، كله طاقه ايجابيه وكله حماس وكله شهوات اقتصاديه. وكيف ما عوداتكم بنت ماما هنيه، ما كاين غير الحداقه والشقه والنقا والطاقه الايجابيه والشهوات الاقتصاديه. داكشي على قد الحال، نقاو التاويل من القليل ومن القليل تنخرجوا الكثير. المهم داكشي اللي قسم الله راني تنشاركو معكم في الفيديوهات. نتمنى الفيديوهات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتمنى تقبلوا عليا. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش واحد اللايك، الله يسهل عليكم. حتى اللايكات مره تيساعدوا الفيديوهات باش يتقترحوا عند ناس اخرين. ايوا كما تشوفوا معايا اخوتي خواتاتي، الروتين ديال هذا النهار بديتو معكم من هنا من الكراج. عندي الزرع خاصني نغربلو، وكما تتعرفوا دابا راه قرب رمضان. اللي عندها شي زرع تنقي، اللي عندها شي شغل تحيدو، اللي عندها شي تخمال تحيدو عليها باش في رمضان نبقاو مرتاحين شويه، باش ما نكثروش علينا الشقه في رمضان. المهم انا التحضيرات ديالي الاوليه هي بديت بالزرع، هو الاول قلت نحيدو عليا بعدا نغربلو ونطحن الزرع. الا كان دقيق في الدار تيساعدك على بزاف ديال الحوايج والله العظيم انا جربتها بزاف ديال المرات. ملي تيتقاد الدقيق من الدار وتنولي نشري هذاك الدقيق ديال الحانوت، ما فيش البركه والو، ما فيش البركه بمره. ولكن ملي تيتكون تبارك الله الزرع في الدار ولا الدقيق مطحون في الدار وداكشي تيشجعك على بزاف ديال الحوايج. وقت اللي بغيتي تعجني، وقت اللي بغيتي ديري شي حاجه تديريها. اي والله يدومها علينا نعمه والله يحفظها من الزوال. هنا خوتي كما تشوفوا معايا راه خديت هاد الخنيشه اللي فرشتها هنايا، ايوا ودرت الهيدوره وبركت سرحت رجليا وخديت الغربال وبركت نغربل في الزرع. تابعني. ملي كانت ماما هنيه بالصحه ديالها راه كانت هي اللي تتغربل وهي اللي تتنقي وكل شيء هي اللي تديرو. ايوا ماما هنيه ملي مشات لها الصحه راه بنت ماما هنيه هي اللي هزات المسؤوليه وهزات التماره. ايوا ثاني ولات كل شيء هي اللي تديرو. داكشي غير مراحل في هذه الحياه، غير الحياه غير بحال شي مسلسل، حلقه من ورا حلقه، واحد من ورا واحد. ايوا هادشي علاش بلا الانسان تيولد الولاد غير باش يتسلى فيهم وباش يهزوه وباش يوقفوا معاه. صافي هنا راني من بعد ما غربلت الزرع، المهم غربلت كاع داك الزرع اللي كان عندي، ولكن راه نقيتو غارق بالنقا. انا ما كنتش معوله عليه في هذا النقا كامل. تصوروا لقيتو غارق بالنقا في ديك الشوكه. ما عرفت كيفاش يقولوا لها، حنا تنقولوا لها في الدوار الحميضه. واحد الشوكه راه هي حمراء وتدك، هذيك راه غارق بها ديك الشوك. المهم درت فيه يومين وانا تنقي. نقيت هذاك النهار ونط صافي وصل وقيت الغدا، نط حطيت الغدا تغدينا صافي. قلت غدا نرتاح شويه ما نزيرش على راسي بزاف، قلت حتى الغدا وراني نكمل نقا. ايوا هذاك الشيء اللي درت. داكشي اللي كان عندي في الخنشه اللي غربلت، كانت دايزه واحد الاخت غاده عندها الدجاج دايره هنا حدانا في واحد الدوار هنا حدانا. ايوا قلت لها غاده للدوار، قالت لي قلت لها تسني نعطيك شي زرع راني غربلته. صافي عطيته ليها باش تعطيه للدجاج. ايوا حتى النهار الاخر عاد فاش كملت نقيه ما نقيتوش كامل، نقيت غير النص. كما تتعرفوا راه غير انا وماما هنيه ما تنبغيش نطحن الدقيق بزاف باش ما يخسرش. صافي خديت غير النص ديالو هو اللي نقيته، وخليت النص الاخر حتى غادي نديرو في خنشه. راني درتو في بانيو دفعتو تمايا تحت طابله كما تتشوفوا معايا. صافي وخليت غير هذا اللي في الخنشه هو اللي غادا نديه نطحنو. ايوا قبل ما نمشي نطحن بعدا درت شطبت هذيك البلاصه اللي نقيت فيها حتى لبست هاد المونطو. غادا نخرج عاد واش تفكرت خاصني نشطب، قلت لما نخرج حتى نشطب. المهم الحاجه اللي دوزتها تنبغي ندوزها حاره. ايوا من بعد ما شطبت وهذا خرجت مشيت جبت كروسه باش نمشي نطحن. مع الطاحونه بعيده منا ما غاداش نقدر نهزون ديال الطاحونه، خاصني ضروري كروسه. وحيدوا دوك الكرارس الاخرين اللي كنت تركب فيهم الا عقلتوا عليهم، حيدوهم هادوك جراو عليهم مساكن. صافي داروا غير هاد الكوتشيات اللي بحال ديال مراكش. وهنا مشيت طحنت، مشيت للطاحونه. ما ديتكمش معايا للطاحونه حيت مصوره معكم بزاف ديال الفيديوهات في الطاحونه. قلت غنبقى الساعه نديهم معايا للطاحونه يشوفوا الطاحونه. صافي ديت نمشي مورفين ندي خنشه.
باش يدير ليا فيها ديك النخاله الرقيقه باش نقرص. ايوا نسيت ما ديتهاش. هذيك الخنشه الزرقاء راه دار ليا فيها النخاله الغليظه، راه عطاها ليا غير هو. قلت لي واش نقيه؟ قال لي لا راه نقيه. قال لي يلاه حيت منا شي دقيق. ايوا صافي هذيك الخنشه الاخرى راه دار ليا الدقيق لتحت وحزمه، وعاود دار فوق منه هذيك النخاله الفوق، دار حزمه فوق حزمه. جاب ليا الضحكه. صافي طحنت، جيت راني درت دقيق في هذاك النخاله اللي تنقرص بها الرقيقه، راني درتها في هذاك السطل. ايوا الدقيق درتو في هذاك البرميل. صافي وديك النخاله الغليظه خليتها غير في الخنشه تندبر لها على شي حاجه نديرها فيها. راكم عارفين بنت ماما هانيه عزيز عليها الخبز ديال النخاله، تيعجبني وتيجي بنين وتيجي حلو. ايوا تهنيت من الزرع، صافي حطيته تما. هنايا راني كنت صايمه هاد النهار، كان داز مول الحوت، خديت من عنده واحد نص كيلو ديال السرديل حتى هو راه غلا ملي قرب رمضان ولا داير 300 الكيلو. خديت غير نص كيلو 150، انا عطيته غير 140. صافي وكان نقاه ليا مسكين، قلت لي نقيه ليا راه عاوني، قلت لي راني مشغوله راه عندي الزرع تنقي فيه. صافي نقاه ليا حتى مشيت طحنت وجيت درتو في الثلاجه، حتى مشيت طحنت وجيت عاد فاش كملتو في النقا حيدت ليه هذيك الجلده. وكما تشوفوا معايا راه خديت الماكينه طحنتو. انا عندي غير هاد الماكينه، باقا ما عنديش هذيك الهاشوار. تصوروا هاد الماكينه تتسوس الكتاف. والله العظيم لا تتسوس الكتاف. والله يجيب لينا شي رزيق باش نجرو كاع داكشي اللي خاصنا. الكتاف تسوسهم لك. ما طحني الحاجه تلقاي كتافك راه ما تنصلو. ايوا صافي المهم راني تنديباني انا دائما، راكم عارفين على بنت ماما هنيه تديباني بداكشي اللي عندها، ماشي تتوقف على شي حاجه تقول لي هذه راه ما عنديش وتنوقف عليها ولا هذا. المهم داكشي اللي عندي تنديباني بيه وتنقضي بيه حتى يجي تاني حوايج اخرين هذيك الساعه ويحل الله. صافي طحنت الحوت، وانا الحاجه اللي درتها راه صافي تنغسل الماعن تنحيدهم عليا باش ما يكسروش عليا. مع كنت معطله في الشقه، ماشي كنت معطله، تعطلت برا، تعطلت في الطاحونه. ما انا راني نايضه الشقه ديالي بكري غير على حساب دابا تتمشي فين ما مشاك الله. صافي من بعد ما طحنت الحوت كما شفتوا معايا راني غسلت هذوك الماعن، حيدتهم عليا باش ما يبقاوش معمرين ليا البوطاجي وباش ما يكثروش عليا الماعن. ايوا هنايا خديت القزبر المعدنوس اللي قطعته، درت شويه في هاد الطاسه اللي دايره فيها اللي طاحنا فيها السرديل، وشويه درتو في الطاجين. وهنايا شهيت شويه ديال المسمن معمر. صافي درت غير ربيع تمايه في هذاك الحوت، ودرت الربيع ثاني في الطاجين، ودرت الربيع حطيته في هذاك الطبسيل على اساس باش نديرو في الحشوه ديال المسمن. خديت هنايا واحد الفلفله حمراء وفلفله خضراء اللي قطعتهم كما تشوفوا معايا. خليت واحد شويه ديال الفلفله حمراء باش نديروه مع الحوت في الطاجين. صافي وقطعت هذيك الفلفله اللي بقات ليا الخضراء والحمراء، قطعتهم مزيان رقاق ودرتهم تمايا في المقله. صافي وخديت هاد البصله بحال هكا كبيره على هاد القياس. المهم كما تتعرفوا غير انا وماما هنيه داكشي اللي درنا تيقدنا. غير انا بالنسبه للمسمن تنبغي ندير بحال هكا ملي تنكون صايمه، تنبغي ندير مسمن ديال يومين ولا 3 ايام. واخا ما نكون صايمه ملي تندير مسمن عزيز عليا ندير ديال يومين ديال 3 ايام باش يبقى عندي. واو المطر تاني بداو تيدوزو. اليوم راني تندير في المونتاج مع الصباح بكري، راني باقا بلا فطور، صابحين ضارين نقراجطي. ما تشكيت عليكم طرشني البرد، تنكون سخونه تندخل صافي وتنحيد الزيف صافي تنحل الشراجم تيطرشني البرد. ايوا من بعد ما قطعت هذيك البصيله زدت على هذيك الفلفله كما تشوفوا معايا، وزدت عليها الزيت وشويه ديال الملحه، ودرت شويه ديال الملحه معايا في الحوت وشويه ديال الزيت والملحه في الطاجين. المهم يديها مدوزه داكشي ناضي. تندوز واخا تنكون معطله في الشقه، واخا تيكون كثير عندي الشقه، تنحاول كيفاش تنحاول ننظم الشقه ديالي باش ما يغلبنيش. صافي خديت هذيك المقله غطيتها وحطيتها فوق البوطه تمايا باش طيب هذيك الفلفله والبصله. صافي خديت هنايا الطاجين اللي حطيت فيه انا، اللي حكيت فيه واحد 2 دروسه ديال الثومه، وحكيت واحد 2 ديال المطيشات، وحكيت واحد الريز ديال الثومه فوق هذاك الحوت. وهنايا راه عندي هذيك مطيشه ديال الحك تنديرها انا في الفريغو، قطعت واحد شويه زدتو على الطاجين. وبالنسبه للعطريه انا تندير العطريه كامله، درت شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره، الخرقوم، الحار ضروري من الحار. انا عزيز عليا الحوت يكون حار، عزيز عليا كسكسو يكون حار، عزيز عليا المسمن تا هو يكون فيه ديك النسمه ديال الحروره.
المهم العطريه راه عينا ميزاننا باش تجي الحاجه بنينه وصافي. انا المهم قلت لكم شويه 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 راني تنديرها، وها درت العطريه في الطاجين، ودرت العطريه في الحوت هذاك الكفته ديال الحوت، ودرت العطريه في الطبسيل فوق هذاك الربيع باش ملي تقلى ليا هذيك دوب ليا هذيك البصله وهذيك الفلفله، هذيك الساعه نزيد عليهم الربيع ونزيد عليهم العطريه. وهنا راني حكيت واحد خيزوه وحكيت واحد القرعه تيعطي واحد اللذه زوينه. خيزو القرعه في الحشوه ديال المسمن تيعطي ديك الحلاوه، تتجي زوينه وتجي هاد الحشوه معلكه. صافي من بعد ما دابت ليا شويه هذيك البصله والفلفله زدت عليهم هذيك خيزوه اللي حكيت وهذيك القرعه، وخليتهم تمايا حدايا. وهنايا راه كان غلى ليا الطاجين، هذيك لاصوص غلات ليا. صافي خلطت هذيك الكفته، زدت عليها شويه ديال الخل كما شفتوا معايا، ما عنديش الحامض صافي ديبانيت بالخل. انا ملي ما تيكونش عندي الحامض تندير الخل. صافي كورت وحطيتها هنا في الطاجين، ونسيت الطاسه خليت هذاك البانيو خليته لاصق على الطاجين تتحرق ليا التقبليه من تما. عزيز عليا والله الا بقات فيا ملي تقبيات بقات فيا تتنفعني. ما تنبغيش ندير هذوك البانيوات الكبار هما اللي نشقى فيهم، تتنفعني زوينه محيد دقه. دابا غادا نضطر نمشي نشري تاني شي وحده ولا جوج. نسيتها وبقيت تنكور في الحوت تنحط فيه ولصقتها مع الطاجين وتحرقات. ايوا المهم قطعت واحد شويه ديال البطاطا درتها حتى هي مع فوق الكفته بحال هكاك. انا تنقطعها غير دواور تنعاود نقسمها على جوج. وكانت هذيك شرموله هذيك الحشوه ديال المسمن كانت بانت ليا طابت حبس، ومشيت حتى زدت عليها طفيت عليها البوطه. المهم حركتها وطفيت عليها البوطه وزدت عليها هذاك القزبر والمعدنوس حتى طفيت البوطه عاد فزت القزبر والمعدنوس وهذيك العطريه. صافي وخلطتها مزيان وخليتها تمايا باش تبرد. عاد باش كملت هذيك البطاطا ستفتها فوق الطاجين، ودرت هذيك الفليفله خضراء وحمراء زينت بها وشويه ديال الزيتون. ما كانش عندي الحامض صافي خليته غير بحال هكاك، درت غير شويه ديال الخل في الكبسه. وهنايا راني دزت باش نعجن العجينه ديال المسمن. خديت شويه ديال الفينو كما شفتوا معايا، انا راني ما تنعبرش ندير غير عيني ميزاني. المهم يكون الفينو قل من الفورس. الفينو ولا السميد الناعم بالنسبه للدول العربيه تيقولوا لي السميد الناعم. المهم الفينو ولا السميد الناعم يكون قل من الفورس، الفورس يكون هو الكثير. صافي وزدت واحد نص خماره ديال الحلوه وزدت الخميره ديال الدار. المهم عيني ميزاني الخميره اللي غادا تخمر ليا. زدت شويه ديال الخل شويه ديال الملحه شويه ديال السكر سنيده باش يعطينا داك اللون. دوك المسمنات يجوا حمرين، وواحد شويه ديال الزيت. المهم القياس ديال ديك معلقه وصافي كبيره. المهم انا تندير داكشي عيني ميزاني، المهم عارفه قياسي ما تنعبرش. المهم غير الفينو يكون قل من الفورص. هكا الا درتو زلافه ديال الفينو ديروا جوج زليف ديال الفورص ولا جوج زليف ونص. ايوا وديروا فيهم واحد جوج معالق كبار ديال الزيت العاديه وشويه ديال الملحه، وديروا واحد المعلقه صغيره عامره ديال سكر سنيده صافي، ومعلقه ديال الخل كبيره. ايوا ديروا خماره هذيك الساعه ديال الحلوه الا كثرتو. المهم انا ما كثرتش العجينه راكم شفتوني درت غير شويه 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 صافي. ودرت الماء دافي باش عجنتها. المهم هنايا جمعتها دلكتها شويه وعاوتاني دلكتها عطيتها هذوك البنيات، بقيت ترش بشويه ديال الماء وتنعطيها هذوك البنيات صافي. وعاوت هنايا جمعتها ودهنتها بشويه ديال الزيت وغطيتها وخليتها حتى ترخفات. انتو كما تشوفوا معايا عجينه تجي زوينه وسهله ماهله، حشوه اللي تجي لذيذه حتى هي. غير جربوا هاد الحلوه غير جربوا هاد الحشوه راه تجي بنينه وتجي لذيذه بلا لحم بلا كبسه بلا دجاج بلا حتى شي حاجه، بلا حوت بلا طون. تجي لذيذه وتجي بنينه، مسمنات الاقتصاديين وفي متناول الجميع. وحتى العجينه تجي هشيشه بزاف بالنسبه لمي انا ما عندها السنان. هاد العجينه تجيها زوينه تيجيو مسمنات اللي رطبين وهشاش. وهنا راه من بعد ما ترخفات ليا العجينه كورتها كما شفتوا معايا، قطعتها على هذاك الشكل. المهم قطعتها انا على هذاك القياس. ايوا بقيت تنربحهم تنقرص درت هذيك الزلافه فيها شويه ديال الزيت والزلافه الاخرى درت فيها الزبده والزيت صافي. بقيت تنقرص وتندهن بشويه ديال الزبده والزيت وتنربحهم وتنحطهم حتى كملت هذيك العجينه كامله اللي عندي. عاد باش ثاني رجعت فيهم بديت نعمر فيهم بالحشوه. المهم انا درتهم على هذا الشكل.
شاطت ليا هذيك العجينه راه خليتها على شكل خبيزه، حيدتها تمايا في القصريه خليتها تخمر. هنا راه تناخذ هذوك المربعات تنبقى نقرصهم، وبالنسبه للوسط ما تنقرصوش بزاف، تنقرص غير الجناب هما اللي تنقرصهم بزاف. وبالنسبه للحشوه انتو كما تشوفوا معايا راني قسمتها على حساب هذوك المسيمنات اللي عندي باش يجيو قد في الحشوه، حتى وحده ما تغير من وحده، كاملين يجيو قد حتى وحده ما تقول لي راه درتي فيها ديك كثير وانا درتي فيا شويه. اذا نضحك معاكم وصافي خوتي، تنبغي نضحك معاكم شويه وصافي، راه كل خير وتبارك الله في دارو، غير النهار ديالي راني تنشاركو معاكم. وهنا من بعد ما كملت كاع هذوك المسيمنات اللي كانوا عندي عمرتهم، خديت هذوك الزيتون، عندي انا غير الزيتون هذاك الخضر، ما عنديش الزيتون الكحل، قطعت كل زيتونه قطعتها على جوج صافي وشديت بهم هذاك الوسط بحال شي بزيطين شدينا به هذيك الزويتينه تمايا من الوسط. وهنا خديت واحد الصفار ديال البيضه اللي زدت عليه شويه ديال نيسكافي وشويه ديال الخل كما تشوفوا معايا صافي، وخلطت داكشي مزيان ودهنت به المسيمنات ديالي. ما كانش عندكم نيسكافي راه ديروا غير البيض والخل، انا ملي ما تكونش عندي نيسكافي تندير غير البيض والخل صافي. دهنتهم وخليتهم خمروا، وهذيك الساعه راني كدايره الفران يسخن، درت فيه اصلا الخبز يسخن وخليته يسخن مزيان. هنا شوفوا المسيمنات كيفاش جاو مسيمنات اللي محمرين، انا عزيز عليا المسمن محمر، عزيز عليا الخبز محمر، كلشي عزيز عليا محمر، ما تيعجبنيش داك المسمن اللي تيبقى ابيض، اي حاجه عزيزه عليا محمره انتو كما تشوفوا، وتكون بنينه العطريه تكون فيها. الا قوينا العطريه ودرنا الحار وداكشي راه كلشي تيجي بنين. شوف مسيمنات اللي تيجيو هشاش تبارك الله ما شهيتكم، سمحوا لي الا شهيت شي واحد. طويجين كما شفتوا معايا ديال الكبسه ديال السرديل بشويه ديال البطاطا وشويه ديال الفلفله والزيتون خضر تا هو جا تبارك الله ما شهيتكم، خليته حتى شرب، خليته فيه غير واحد شويه ديال الروى على حساب ماما هنيه صافي. وسخنت خبيزه وعمرت بريريت ديال اتاي، هذا هو الفطور ديالي. سمحوا لي الا شهيت شي واحد. دابا غادا نقول لكم السلام عليكم حتى فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد. كان هذا هو الروتين ديال هذا النهار، نهاري راني شاركته معكم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ديروا لي واحد اللايك، الله يسهل عليكم.